أحسن مننا. الإمام علي كان يلتفت إلى أصحابه الذين يمتدحونه مرارا، سامعين مني، هؤلاء اللي يمتدحونه ويجللونه ويعظمونه، شو كان يقول لهم؟ لا تخاطبوني كما تخاطب الجبابرة. مش سلطان أنا خادم للناس على علو درجتي ومنزلتي. لا تخاطبوني كما تخاطب الجبابرة، ولا تفعلوا بي كما يفعل مع أهل البادرة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي ولعدل يعرض علي. إذا واحد جاب لي كلمة حق ونصح أنا باخذ هيك، مع أنه ما حدا بيقدر ينصح الإمام علي، هو بينصح الكل، هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. بس لا تظنوا أنا بالثاقل من الحق الذي قيل لي، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو عدل يعرض علي، فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل. إذا واحد ما بيتحملش النقد، مش السب ولا الشتم، إذا واحد ما بيتحملش النقد البناء كيف بده يعمل فيه؟ النقد اللي هو منطلق من الحق كيف بده يعمل فيه؟ يعني مثلا أنا بضرب لكم مثل عن نفسي. تحدثنا مرة عن تذهيب القبب الشريفة للأئمة سلام الله عليهم، قامت الدنيا ولم تقعد. يا خي والله أنا بعرف إنه هيدي مش خمس، وبعرف إنها مش زكاة، وأصلا أنا بالكلام ما قلتش لا خمس ولا زكاة، قلت آخر شيء عم تبنوا إمبراطوريات مالية باسم الخمس والزكاة. حتى لو كانت تبرعات، وأنا أدري إنه في أثرياء الشيعة بالعالم من كبار تجار الألماس وغيره، أنا بعرف قديش بيدفعوا مصاري. إذا واحد بيدفع حق الري $500,000 الري بس لياخذها يحطها بالخزانة ببيته. أنا بعرف الثراء الفاحش عند البعض وكيف يتبنون أعمال المرجعيات أو أعمال المقامات أو أعمال المساجد، كله هذا بعرفه. بس كمان أنا بعرف علي بن أبي طالب كيف كان يتصرف مع التجار. أنا هذا اللي بدي إياك كنت تقوله، وهذا اللي مش قادرين تستوعبوه. أنا بدي إياكم تقروا علي بن أبي طالب مضبوط، مش تتغنوا بعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يمر على ذاك أحد أصحابه من التجار، عنده بيت كبير سرايا، دفعت له قال له ما تصنع بهذه الدار، شو بدك فيها؟ وهي بيته، هذا بيته لإله. يعني أنت بعد ما تخمس وتزكي وتتصدق وإلى آخره وحابب تعمل لك دار كبير. إمام علي ما قبلش، قال له شو بدك بهالدار الكبيرة اللي نتع 4-5 طوابق وقصور وفلل وكذا، سوي قد حاجتك، أزيد من حاجتك شوي. ما تصنع بهذه الدار، قال له خير الله كثير. قال له هلا ادخرتها لآخرتك، انتفع فيها بالآخرة، حاول استعملها، افتح لك هيك غرفتين 3 على بعضهم، اعمل فيهم درس ديني استفيد فيه. حاول تقسم لك غرفتين 3 زوج لك فيهم شاب لا يستطيع الزواج حتى تمنع آلة الفساد من المجتمع، حتى ما يدور هذا الشاب ورا شهوته إلى الحرام. أنا شو بعرفش يعني جايين بدهم يعلموني؟ أنا 30 سنة دراسة بالحوزة كافية إني أصير أفهم، ودراسة ليلا نهارا مع تدريس أكثر من 18 سنة كافية إني أصير أفهم الدين. سنوات عديدة أفنيتها في دراسة التاريخ والفرق والملل حتى أفهم الدين على حقيقته. بيطلع لك واحد قارئ عزا صوته حلو، ما إلوش عم مر على الحوزة مرور الكرام، يمكن صار بده يعلمنا. ما مشكلة، علمنا يا خيي، في شغلات ما بنعرفهاش، بس علمنا بالدليل مش بالسب والشتم. الإمام علي عم بيقول له لهذا الشخص ما تصنع بهذه الدار الواسعة، ادخرها لآخرتك. أنا وقت اللي قلت هيك، من الذي يعلم هذا الثري إنك أنت بدل ما تتبرع لتذهيب المقام تعال تبرع خلينا نزوج الشباب؟ أنت بدك تعلمه المرجع، أنت الشيخ، لأنه هذا بيروح لعندك ما بيجي لعندي. أنت اللي بدك تعلمه، بدل ما أني اتبرع أنا الثري عبر المرجع ب5 مليون أو ب10 مليون أو المبلغ المرقوم لتذهيب قبب أو لغير تذهيب قبب أو لبناء مساجد أو ومش رح افتح الملفات.
في بعض المشاريع كلفت 3 مليار دولار، ولقدام إذا بيضلوا يحكوا عندي كتير أرقام. بدل ما أنا أجي أحكي بهذا العالم، أنا اللي بعلم أنا بعرف أنه مش رح أقضي على الفقر، بس ب5 مليار دولار وب10 مليار دولار بدل ما أعمر مسجد بقدر أعمل مشروع سكني طويل عريض، وبنفس المشروع السكني بقدر أعمل مسجد يتعبدوا فيه الله الطابق الأول، وبنفس المشروع بقدر أعمل نادي رياضي، وبنفس المشروع بقدر زوج الشباب. أيهما أقرب إلى الله؟ هذا أو هذا؟ أيهما أقرب إلى الله؟ ما امبارح قلت لكم الإمام بيقول ولئن أعول بيتا من المسلمين أحب إلي من حجة ومثله إذا أنعدت 70. هيك علمونا أئمتنا، علمونا دوروا على الفقراء. يا أخي مين مش إحنا على المنابر بنقول عن زين العابدين حامل الجراب كان يدور بالمدينة وما حدا يعرفه كمان؟ هاي ما خاصة بهاي. بعدين الوهابية مش أحسن؟ هذا مسجد النبي قديش ينفق عليه؟ هاي الكعبة، ثوب الكعبة لحاله 7 ملايين، هذا القماش الأسود 7 ملايين ريال سعودي بكلف. هاي إلى آخره، وكله مثل بعضه. إن شاء الله أنا موفر حدا، يعني أنا مش موفر حدا. هاي كنيسة بابا روما، بعض الأيقونات ملايين بل مليارات الدولارات. يعني هو ما بيسوى الواحد هذا الفقير اللي عايش في حاله إلا يصلي تحت قبة ذهب، أو سواء كان بالكنيسة أو بمسجد النبي أو بالمقام أو على بلاط مرمر. خليه يكون مزخرف ومرتب وإلى آخره، بس ضروري يكون من أفخم الأنواع. ليش؟ حتى أصبح العرب يتباهون في بناء مساجدهم، وكل مسجد قديش مكلف. هاي الأموال نعم تقضي على الفقر، وتقضي على العزوبية عند الشباب، وتقضي على الزنا، وتقضي على البطالة بإيجاد مصانع تقضي على البطالة. بعش الشاب عنده فراغ لحتى ينحرف نحو الرذيلة أو نحو المخدرات. بعش الشاب عنده فراغ حتى يروح مع المخابرات ومع غير المخابرات ليحصل فلوس ويتجسس على أمته وأهله. نعم هاي الملايين بتقدر تعمل، وهي الملايين مش بس عم بحكي عنها، عند كل المسلمين. أنا قلت أموال الخبز والزكاة. إذا بتعرفوا قديش من جاكرتا إلى مصر إلى أقصى إفريقيا كم ينفق من أموال ويهدر من أموال الزكاة التي تجبى من حقوق الفقراء، بحيث أصبحت مكاتب جباية الزكاة أفخم وأعظم من أوتيلات 7 نجوم في البلاد الإسلامية. هي بس ما وقفت القصة على الشيعة، بس الكلام إنه هل هذا دين؟ أنا لا أتكلم بلسان شيعي، أنا شيعي وأفتخر، لكن شيعيتي أخذها من رسول الله ومن القرآن ومن علي وأهل بيته. أنا ما بأخذ شيعيتي من العلماء مع احترامي لهم، أنا أخذ من العلماء ما يوافق الدين وما يوافق القرآن، وأعذرهم فيما أراه مخالفا للقرآن، أعذرهم في ذلك. بس لهم عقولهم ولنا عقولنا، لهم تفكيرهم ولنا تفكيرنا، ما دامت الأدلة بين أيدينا التي استدلوا بها. السياسة إذن بمفهوم أهل البيت، أنا دخلت السياسة مع الاقتصاد. السياسة إذن بمفهوم أهل البيت هي هذه، هي أن تقف في عالم الاقتصاد لتعطي كل ذي حق حقه، في أن تقف في عالم المال لتستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، في أن تقف في عالم كل الصناعات والتجارات وكل المواهب العلمية، في أن تقف في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني ممنوع أن يتحول الطب إلى تجارة، ممنوع أن يتحول التعليم الأكاديمي إلى تجارة، ممنوع أن يتحول الأمن الغذائي إلى تجارة، ممنوع أن يتحول الأمن الاجتماعي إلى تجارة. عنا حولوا حتى الزبالة إلى تجارة. حتى الزبالة إذا ما طلعلوش حصة من الكيس الزبالة ما بيمضي. وممنوع تحكي.
يا أخي الإمام علمني، الإمام قال لي، الإمام الحسن أبو القاسم، الإمام علمني قال لي إذا الحاكم أخلص لأمته أخلص له. مش تعبدوا على الطريقة الشرقية دائما، فلان بعد الله، الله بالسماء وفلان على الأرض، مش دائما لبيك وبالدم بالروح وما بعرف. يا أخي والله اجى زيارة الإمام الصادق على المدينة سلام الله، على الكوفة سلام الله عليه، فقاموا لبيك يا مولانا، لبيك يا مولانا، لبيك، فات دغري طب ساجد وعم يبكي الإمام الصادق. فك يا عم التلبية لا تكون إلا لله. طبعا هني لبوا له على أساس أنه جماعة ابن الخطاب الكوفي كان مغالي، لبوا له على أساس أنه هو تحت الله شوية. رفض هذا الشيء، بل عبد قن داخر لله، هو الساجد رفع وجهه وهو ودموعه على خديه وهو يقول بل عبد قن. قن يعني محض العبودية، يعني أصلا مش متشبث بالحرية. في عبد متشبث بالحرية بسموه عبد مكاتب، كن عامل كونترا بينه وبين سيده انه انا اذا اشتغلت زيادة على مدى 20 سنة بتحرر مني جزء 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 ليصيروا 20 سنة، هذا بسموه عبد مكاتب. في عبد قن، عبد القن يعني محض العبودية، مش متشبث بالحرية أبدا، قن لمولاه، مولاه بيقدر يعمل فيه اللي بده اياه. بل عبد قن داخر لمولاه. هاي أئمتنا هيك علمونا، هاي أئمتنا هيك كانوا يعلموا التجار والناس أين ينفقون أموالهم، هاي أئمتنا هيك كانوا يرعوا مصالح المسلمين. أنا عندما أنتقد الحكام لا يعني أنني أشتمهم أو لا أحبهم، أو عندما أنتقد المراجع لا يعني أنني لا أحترمهم ولا أقدر مكانتهم. أنا أنتقد فيما يحق لي أن أنتقد. أنا ما عم بنتقد على المستوى الفقهي ولا على المستوى العلمي والأصولي، أنا عم بنتقد على المستوى الذي رأيته من أهل البيت. وقت الإمام علي بيتصرف هيك مع صاحب الدار الواسعة، يعني أنت أيها المرجع لازم تتصرف هيك مع اللي بيجي لعندك ليتبرع لكذا وكذا وكذا. أنت بتوجهه، أنت الذي توجهه، مش بنحط مصاري على الحجر في الأرض ونترك البشر. وبعد لن تشعروا بمعاقة كبيرة في السن تبكي وتتوسل ب1000 ليرة، لن تشعروا، لأن موائد التي تجلسون عليها موائد سلاطين، موائد أباطرة، ما راح توصلوا لأن تشعروا بهذا العالم. ابنة ملك فرنسا، وبعضهم قال نفس القصة عن ملكة بريطانيا عندما خرجت تلك المسيرة الكبرى لأجل الخبز، المطالبة بالخبز، سألت شوفي ليش الناس عاملة مسيرة؟ قال عم بيطالبوا بالخبز. قالت له ما ياكلوا بسكويت، ما في خبز بياكل بسكويت، لأن جنابه مربية على البسكويت. هل مربى على البسكويت؟ الإمام علي قال له